في زمن قديم كانت هناك مجموعة غامضة تهدف إلى القضاء على السحرة الموهوبين الذين قد يهددون نظامهم. في إحدى عملياتهم قاموا بسحب روح شاب بارع في السحر وقتله، ولكن قبل وفاته شعر هذا الشاب بشعور السحر الخالص الذي كان يطمح إليه طوال حياته. بعد مقتله يجد الشاب نفسه مستيقظا في جسد طفل صغير، لقد أعيد تجسيده كالأمير السابع لعائلة ملكية، ويكتشف بسرعة أنه يحتفظ بذكريات حياته السابقة، لكنه الآن يملك فرصة جديدة لاستكشاف السحر من جديد. مع استيقاظه في هذا الجسد الجديد يلاحظ الأمير الصغير خادمات يقفن فوق رأسه يعتنين به كأحد أفراد العائلة الملكية. رغم صغر سنه تظهر عليه علامات الذكاء غير العادي بسبب خبرته السابقة في الحياة. يبدأ بالتجول في القصر، يلتقي بحارسين اثنين عند بوابة القصر ويتحدث معهما. في أحد الأيام بينما يتجول الأمير الصغير في أروقة القصر يصادف فتاة شابة تعمل كحارسة ومبارزة موهوبة. يطلب منها الأمير الصغير أن تدربه على القتال بالسيوف الخشبية. الفتاة التي ترى في الأمير مجرد طفل صغير توافق على طلبه بابتسامة، لكنها لم تكن تتوقع ما سيحدث بعد ذلك. عندما يبدأ التدريب تفاجأ الفتاة بمهارات الأمير المذهلة. على الرغم من صغر سنه يتحرك بخفة وذكاء وينفذ حركات قتالية تبدو وكأنه تدرب لسنوات طويلة. تظهر عليه معرفة عميقة بأساليب القتال، ويبتكر حركات جديدة وقوية لم تراها من قبل، مما يثير دهشتها. تزداد حدة التدريب مع كل ضربة. تحاول الفتاة اختبار حدود الأمير الصغير، لكنها تجد نفسها في موقف الدفاع باستمرار. كل ضربة من الأمير تحمل دقة وقوة غير متوقعة من طفل في عمره. في النهاية تتوقف الفتاة وهي تلهث قليلا وتنظر إلى الأمير بدهشة قائلة: من أين تعلمت كل هذا؟ يبتسم الأمير بهدوء ويجيب ببراءة: لقد كنت دائما أحب تعلم الأشياء بسرعة. بعد التدريب الشاق مع الفتاة المبارزة يقرر الأمير الصغير أن يأخذ استراحة. يذهب برفقة مجموعة من الفتيات إلى حمام النساء الخاص في القصر، حيث تعامله الفتيات كطفل صغير، غير مدركات أنه يحتفظ بعقل شخص بالغ. بينما يجلس في الحمام مع الفتيات يستمع إلى أحاديثهن عن الأمير الصغير الذي يعيش بينهم. يتحدثن عنه باعتباره طفلا بريئا يحتاج إلى الحماية والرعاية، دون أن يعرفن أنه يفهم كل كلمة يقولونها. يشعر الأمير بالحزن لأنه رغم صغر جسده لا يزال يحمل عقل وخبرات شخص بالغ يدرك تماما ما يجري حوله. بينما تغمره مياه الحمام الدافئة يبتسم الأمير بخفة، لكنه في داخله يشعر بالانفصال عن هذا العالم الطفولي الذي لا يعكس حقيقته. في هذه اللحظة يدرك مدى التحدي الذي يواجهه في التكيف مع جسده الجديد والتوازن بين كونه طفلا في نظر الآخرين وعالما خبيرا في داخله. أثناء حديثه مع النساء يسمع الأمير عن مكتبة قديمة في القصر محظور الدخول إليها. هذا يثير فضوله ويدرك أنها قد تحتوي على أسرار السحر التي يسعى لاكتشافها. يقرر الذهاب إلى تلك المكتبة لاكتشاف المزيد عن السحر الذي يمكنه استخدامه في هذا العالم الجديد. بينما يستعرض الأمير الصفحات بسرعة يلاحظ شيئا غريبا. الكتاب الذي وجده كان يسمى كتاب المحرم، ويعتقد أن هذا الكتاب يحتوي على سحر مظلم محظور منذ العصور القديمة. بمجرد أن يبدأ الأمير في قراءته يشعر بشعور غريب يتسلل إلى جسده، شيء قوي ومظلم، كما لو أن السحر في هذا الكتاب يسعى للسيطرة عليه. بينما يواصل الأمير القراءة تنبعث ضوء أزرق قاتم من الكتاب، وتبدأ الحروف في التحرك على الصفحات بشكل غير طبيعي. فجأة يظهر في الغرفة كائن سحري ضخم ذو شكل مظلم يشبه الشيطان، ينبعث منه طاقة سحرية شريرة. يلتفت الأمير ليرى المخلوق الذي يبدو وكأنه تجسيد لهذا السحر المحرم. الشيطان ينظر إلى الأمير بابتسامة شريرة ويهمس: لقد فككت القيود التي كانت تمنعني، والآن أصبح بإمكاني التحكم في هذا العالم. لكن الأمير الصغير لا يذعر. بدلا من ذلك يحاول أن يثبت لنفسه وللشيطان أنه يمتلك القوة والقدرة على التعامل مع هذا السحر المظلم. يترك الكتاب جانبا ويحاول أن يستخدم تعاويذ سحرية تعلمها من الكتب الأخرى التي قرأها في المكتبة، مما يؤدي إلى معركة سحرية صغيرة داخل الغرفة. رغم أنه لا يزال في جسد طفل، إلا أن معرفته العميقة بالسحر تساعده على التحكم بالأوضاع. يتمكن الأمير من إنشاء درع سحري يحميه من الهجمات الشريرة للشيطان، ويكتشف أن السحر المحرم الذي تم إطلاقه يتطلب طاقة سحرية كبيرة للسيطرة عليه. لكنه يدرك أيضا أن هذا المخلوق
ليس سوى بداية لتحديات أكبر تنتظره.